اليوم رح أحضر عجينة السمبوسك بحشوة اللحمة والجبنة. عجينة كتير طيبة ومنفرزها لرمضان، بتقرمش. خلونا نشوف سوا كيف بحضرها. أول شي عندي 2 كوب من الطحين، نص ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة طعام من النشا، 50 جرام من الزبدة. فينا نستخدم الزيت بس الزبدة بتعطينا نتيجة أفضل. منحرك الطحين والزبدة بهاي الطريقة. بعدين بضيف 3/4 الكوب من المي الدافية وبنعجنها تقريبا شي 5 دقايق. وبعدين نتركها ترتاح من نص ساعة لساعة. وهلأ لحشوة الجبنة، هون استخدمت جبنة فيتا، جبنة أشقوان وجبنة موزاريلا. هاي خلطة الأجبان كتير طيبة. وهلأ رح أضيف شوية بقدونس وبحركن مع بعض لحتى تصير عندي الجبنة بهيدا الشكل وبتطلع متماسكة. وهلأ لحشوة اللحمة، ملعقة سمنة أو زيت، بصلة مقطعة على الناعم مع رشة ملح، وبحطها على نار هادية لحتى تدبل عندي البصلة. بعدين رح أضيف لحمة على الناعم. أنا استخدمت لحمة عجل وبقلبها ليتغير لونها وبضيف البهارات اللي استخدمتها رح تظهر عندكن على الفيديو. وشي دقيقتين بس تستوي عندي اللحمة كتير منيح، وبضيف شوية بقدونس وبقلبها، وهيك صارت عندي حشوة اللحمة جاهزة. شوفولي العجينة كيف طرية. نفردها رقيقة، كل ما كانت رقيقة كل ما كانت أطيب. بنفس القطاعة من تاني جهة مشان تطلع نفس الحجم، منقطع العجين ونشيل العجين الزايد، بنرجع طبعا بنفرده وبنستخدمه. بحطه وبرص شوي على الأطراف. بعدين بحط حشوة الجبنة، طبعا الكمية حسب ما انتو بتحبوا، ومنرصها. ولا أسهل من هيك. طلعت عندي جاهزة ومسكرة. رح أعمل معكم وحدة لحمة نفس الطريقة. وهلأ بزيت حامي على نار متوسطة بحط السمبوسة وما بقلبها أول دقيقة. بعدين بقلبها لحتى تاخد اللون الذهبي الفاتح. هيدا اللون المناسب بالنسبة إلي. فيكن تخلوها تاخد لون أكتر. شايفين لونها؟ رح أفتح معكم وحدة لحمة من جوا. طبعا العجينة منا شربانة زيت. ورح فرجيكن الجبنة مثل ما شايفين بتمط، وفيها طعمة ملوحة من الفيتا. بتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم، وألف صحة وعافية ورمضان كريم على الجميع.